تحية وسلام. تحية وسلام لكل الشعب الكردي العظيم. تحية بشكل خاص للمؤسسة الخيرية للبشمركة. أنا أعمل هذا الفيديو كوسيلة لتبليغ رسالة للإخوة المنتظمين في المؤسسة الخيرية للبشمركة، والذين تطوعوا بشكل جميل جدا لخدمة أبطالنا البشمركة. أنا سعيدة لكوني اليوم توصلت بخبر مشرف كتير إلي كصديقة لشعبكم الكريم. هذا الخبر وهو أن مدير المنظمة والناس الذين يشتغلون معه في المنظمة تفضلوا بقبول انضمامي للمنظمة كمتطوعة تضع كل ما تملك من خبرات، من حب، من معرفة، من غيرة، تضع كل هذه الأشياء في خدمة أبطالنا البشمركة. طيلة مساري النضالي مع الشعب الكردي كنت دائما أتساءل وأقول أنا شو أقدر أعمل للشعب الكردي وللبشمركة بشكل خاص، غير التصريحات الصحفية، غير الكتابة، غير التغريدات في الفيسبوك، غير زيارة إخواننا البشمركة في جبهات القتال. فاليوم أنا سعيدة بانضمامي لهذه المؤسسة الخيرية للبشمركة لأضع كما قلت كل ما أملك من حب وتقدير واحترام رهن إشارة أبطالنا البشمركة، رهن إشارة عوائلهم، رهن إشارة أيتام الشهداء الأبرار شهداء البشمركة. أعتقد أن هذه المؤسسة الخيرية الخاصة بالبشمركة مؤسسة فريدة من نوعها، والحمد لله إنها خرجت إلى الوجود بفضل مديرها السيد رزقار، وبفضل كل المتطوعين، وبفضل المدراء الخاصين بمقرات هذه المنظمة في كل منزاخ ودهوك وأربيل وشقلة وربما أيضا. هذه المنظمة كان يجب أن تكون حتى تكون في خدمة البشمركة. البشمركة أعطوا الكثير للشعب الكردي، أعطوا الكثير أيضا لشعوب المنطقة، أعطوا الكثير لشعوب العالم. البشمركة هو أكرم إنسان في هذا الوقت. كريم البشمركة كريم جدا، لأنه ما فيش كرم أكثر من أنك توهب حياتك، دمك، وجودك، أحلامك، آلامك كلها لبلدك ولشعبك ولكل الإنسانية. الكرماء فعلا البشمركة فعلا كرماء، ما فيهم حدا كريم مثلهم. ولذلك أرى من واجبنا أن لا نقل كرما عنهم. من واجبنا أن ننتبه لما بعد تضحياتهم. هم يضحون، نحن نشاهد هذه التضحيات يوميا، نشاهدها ميدانيا، فلازم بعد هذه التضحيات أن تأتي تضحياتنا نحن أيضا. هم يضحون بحياتهم، بدمائهم، ربنا يحفظهم، ونحن لازم نضحي بشيء من وقتنا، بل وحتى مما نملك من إمكانيات مادية حتى لو كانت بسيطة. يجب أن نضحي في سبيلهم بأموالنا، بوقتنا، بصحتنا، قدراتنا الصحية، بمهاراتنا، بمعارفنا، بقدرتنا على الحب. البشمركة في حاجة لأن نبادلهم حبا بحب.
البشمركة نسوا أنفسهم ولم يفكروا إلا فينا. فكروا فينا ككرد، فكروا فينا كشعوب منطقة، فكروا فينا كشعوب بعيدة عن بلدهم. البشمركة دائما كانوا في خدمة هذا العالم. على العالم الآن أن يكون في خدمة البشمركة، على العالم الآن أن يكون في خدمة البشمركة. لذلك وأنا أمازيغية وأبعد عن كردستان بآلاف الكيلومترات لن أتردد أبدا في خدمة البشمركة، بل أنتهز هذه الفرصة، فرصة انضمامي للمنظمة، لأبين للبشمركة الأبطال كم أحبهم، كم أقدر تضحياتهم، كم أعتز بهم، كم أنا مستعدة ليس فقط لتقبيل أيديهم كما فعلت عندما تشرفت بزيارتهم في جبهة القتال، وإنما أنا مستعدة لأسهر على راحتهم لو أعطيت إلي إمكانية، مستعدة لأن أخدم أبناء الشهداء منهم، مستعدة أن أخدم الناس المرضى أو الأفراد المرضى منهم، مستعدة لأي شيء في سبيل إيه؟ أن أشكر البشمركة، أن أحيي البشمركة، أن أحترم البشمركة، مستعدة والله لكل شيء، وكل حبا فيهم، وكل إعجابا بهم، وكل تقديرا لعطاءاتهم. لولا البشمركة ليعلم كل كردي على حدة أن لولا البشمركة ما كان ليستطيع أن يجلس على كرسي في مقهى، ولا كان لطفل كردي أن يذهب للمدرسة، ولا كان لراعي غنم أن يمشي خلف غنمه، ولا كان لأم أن تعد الخبز لأطفالها. لولا البشمركة ما كانت كردستان ولا كان أي شيء في كردستان، لا مطاعم ولا مقاهي ولا مدارس ولا مستشفيات. لولا البشمركة لما كان هناك غير الخراب، وأنتم تعرفون، ربنا يحفظكم، تعرفون المناطق الأخرى التي بسبب غياب البشمركة، يعني بسبب إقصاء البشمركة، شوفوا ما حصل فيها. البشمركة يستحقون أن ننحني لهم جميعا، أن نقبل على أيديهم، أن نخدمهم، أن نخدم المرضى منهم، أن نخدم أبناء شهدائهم، أن نخدم زوجاتهم أراملهم، يعني أن نخدمهم صباح مساء. البشمركة رجال ولا كل رجال العالم، حتى السياسيين الكبار ماذا يفعلون؟ يتكلمون، يخططون، يستمتعون، المؤتمرات، الأسفار، الفنادق، الصور، إلا البشمركة وحده من يذهب بخطى سريعة، من يذهب بخطى واثقة، من يذهب بقلب كبير لمواجهة العنف، لمواجهة الهمجية والوحشية، ليحمي الآخرين، يترك الآخرين وراء ظهره ليقدم صدره للرصاص، للمدافع، للعنصرية، للحقد، للغباء، للهمجية. أنا سعيدة جدا. رجاء خلوني دائما في هذه المنظمة، رجاء خلوني أنتسب لها، رجاء ما تبعدوني عنها، رجاء خلوني أقول للبشمركة إنهم يستحقون، وإننا ما نسينا أبدا تضحياتهم. خلونا نخدم البشمركة رجاء. تحياتي لكم وتحياتي لأبطالنا البشمركة، ومهما خدمنا البشمركة وعوائل البشمركة أبدا لن نكون في مستوى ما قدموا، أبدا لن نوفيهم تضحياتهم، أبدا لن نكون شاكرين لهم بما يكفي. هذه المنظمة يجب أن تكون هناك منظمات أخرى شبيهة لها، أو على الأقل هذه المنظمة يجب أن تكون لها فروع كثيرة في كل المنطقة،
هذه المنظمة لابد من كل دول العالم أن تساهم فيها. هذه المنظمة لابد لكل من يدعي الإحسان لوجه الله أن يساهم فيها، أن يتطوع بما لديه من أجل البشمركة. هذه المنظمة هي امتحان للجميع، السياسيين ورجال الأعمال والفنانين كلهم، كل هؤلاء. هذه المنظمة هي اختبار لهم، هذه المنظمة هي فرصة لهم كي يردوا ولو القليل للبشمركة. تحية عالية للبشمركة، ربنا يحفظ البشمركة، ربنا ينصر البشمركة. بشمركة شكرا لكم، زور سباس بشمركة، ربنا معكم، يحفظكم وينصركم ويخليكم عالي العال. البشمركة انتم رجالي، انتم رجالي، رجالي الذين لا أريد رجالا غيرهم. سيسعدني أن أغسل أقدامكم، سيسعدني أن أقبل على رؤوسكم، سيسعدني أن تقولي ملكة أين أنت؟ فأقول ها أنا ذا. ماذا تريد أيها البشمركة الرائع؟ ماذا تريد؟ أنا في الخدمة، أنا في الخدمة. أتمنى أيها البشمركة أن أقضي آخر أيام عمري بين يديك، أتمنى أن أقضيها بين يديك، أخدمك أو أخدم أبنائك لو كنت شهيدا، أو أخدم زوجتك لو صارت أرملة بعدك. أريد أن أخدمك، أحب أن أخدمك، ديني هو أن أخدمك، إيماني هو أن أخدمك، شرفي هو أن أخدمك، قيمتي هو أن أخدمك. أيها البشمركة على كل هذا العالم أن يخدمك. تحياتي إليك، ودائما وأبدا قبلاتي إليك، ومرحبا بي في منظمتك. مع السلامة، ربنا يحفظكم وينصركم يا بشمركة يا أبطالنا، وينصر الشعب الكردي العظيم. وشكرا لمدير المنظمة، وشكرا لكل زملائي المتطوعين في المنظمة نساء ورجالا. شكرا لهم جميعا، شكرا للأستاذ رزقار، شكرا للأستاذ نشوان، شكرا للأستاذ يونس، شكرا للست نسرين، شكرا لكم جميعا. وشكرا لمدير المنظمة في أربيل لا أتذكر اسمه، ربما ديار. شكرا لكم جميعا، سأكون سعيدة جدا بأن أعمل إلى جانبكم وبين أيديكم. شكرا لكم، ربنا يكون معكم. خود لقل ما أعرفش هي ولا مش هي. لما أجي إن شاء الله أتعلم الكردية، لازم أتعلم الكردية حتى أكون قريبة من شعبكم الكردي، حتى أكون قريبة أكثر من أبطالنا البشمركة. ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم، وشكرا لكم، شكرا لكم، وتحياتي لكم يا سيادي، تحياتي لكم واحترامي، تحياتي. مع السلامة، مع السلامة.